إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. سنتناول في هذه الحلقة بعنوان العيد في أسمرة بعيون الأشقاء السودانيين. العيد بعيدا عن الأهل لا يكمل، وفرحة العيد بلبس الجديد لا تتحقق كاملا. فرحة العيد الحقيقية تكمل وتتأكد في صلة الأرحام والجلوس معهم. الأشقاء السودانيون ربما حرموا من كل ذلك إلا في إريتريا بلدهم الثاني. هذه الحلقة سنخصصها إن شاء الله في الكلام حول طبيعة العيد بالنسبة للإريتريين وبالنسبة للسودانيين المستضعفين بل في بلدهم الثاني كيف كان. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المشاهدين. بعض الناس يقول بداية ما رأيكم في المقولة التي استفتحناها بأن في حلقة العيد لا يكتمل ولا يتأكد إلا مع الأهل والأحباب؟ تعليقكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العيد له بعدان. البعد الأول هو البعد العقائدي الإيماني الشعائري، وهذا يتحقق في كل مكان، وهو أن يقوم الإنسان في هذا اليوم بإنهاء الصيام وممارسة الفطر وأداء صلاة العيد والتواصل مع المسلمين والتكبير وغير ذلك والمعايدة التي تتم. إلى هنا يعتبر الحد الشعائري والتعبدي يكون قد أداه الإنسان بغض النظر سواء كان هو داخل قطره أو خارج قطره، فهذه ليست مهمة كثيرا. البعد الثاني وهو الذي ربما تدخل فيه هذه المقولة، وهو البعد الاجتماعي للعيد، البعد النفسي للعيد، البعد الذي فيه حضور الإنسان مع ذويه ومع أقربائه ومع أصحاب الرحم أو أهل الرحم فيهم. هذا البعد فعلا لا يتم ولا يتحقق إلا بأن يكون الإنسان بين أهله وبين أقربائه وبين والديه وبين المقربين منه. لماذا؟ لأن صلة الأرحام هي أكثر ما يمكن أن يحتاجه الإنسان في هذا اليوم العظيم، بحيث الإنسان يحصل فيه نوع من صلة الرحم ويحصل فيها نوع من العفو ونوع من التسامح وإلى غير ذلك من الأشياء. أضف إلى ذلك بأن اجتماع الأرحام في هذا اليوم له وقعه الخاص، وبالتالي فعلا البعد الاجتماعي للعيد وبهذا المعنى صحيح لن تكتمل ولن تتحقق إلا بأن يكون الإنسان بين أهله وبين ذويه. ولذلك الشعوب التي تتعرض للهجرات وتتعرض للحروب وتتعرض للغربة أو التغريب لفترة طويلة يحصل فيها هذا الإشكال، وتشعر دائما في كل عيد بقصة البعد عن الأهل وعن الأقرباء وعن الأرحام، إلا إذا كان هذا الإنسان نفسه في البلاد التي ذهب إليها استطاع أن يخلق واقعا جديدا ويخلق كذلك أرحاما جديدة ويخلق كذلك بيئة اجتماعية جديدة. حينها مع مرور الوقت بطبيعة الحال تخف حالة الشعور بالغربة، ولكن الأصل دائما حديث العهد بالهجرة من بلاده بالهجرة من أهله بطبيعة الحال يعيش هذه الحالة التي تحدثتم عنها. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم يا شيخ حسن. سنعيش الآن مع مقاطع سجلت لإخواننا السودانيين في داخل إريتريا، ومن خلالها أيضا نلاحظ مدى مشاعرهم وارتياحهم ومدى احترام الشعب الإريتري لهم
في هذه الفترة. فإلى المقال. رمضان كريم. عيد مبروك. عيد مبروك. أنا من السوداني. اسمرة جميلة جدا، اسمرة يعني صراحة الحاجة شفناها في اسمرة ما شفناها في السودان. ناس عيد مبروك. نظيفة، بلد جميلة، ناس جميلين، ناس نظيفين. شكرا اسمرة، شكرا الشعب الإريتري، شكرا جدا. وزنبروك تقبلت كايشو منيرم جنا قاطع مقينو زقاتي مهم. ونهني الشعب الأريتري ونشكر حكومة الدولة الأريترية بدورها الفعال اللي قامت به في رعاية المجتمع السوداني وشعبه هذا الجميل، وردهم صنيعهم كان جميل. نحن نشهد عليه إنهم ناس مؤدبين، زايقين، مرتبين، منظمين ومحترمين كذلك. تعليقكم الشيخ حسن. وعلى كل بالنسبة للتسجيل أو الفيديو يعبر عن مدى شعور السودانيين بأنهم ليسوا غرباء في هذا البلد، وشعورهم أنهم بين إخوانهم وبين أهلهم وبين ذويهم. وأتوقع بشكل عام أن هذه الفرصة التي أتيحت للشعب السوداني وأتيحت في نفس الوقت أيضا للشعب الإريتري، أتيحت للشعب السوداني أن يكون قريبا من الشعب الإريتري في ظروف على كل مختلفة عن الأوضاع الطبيعية اللي كان في السابق. وبطبيعة الحال هذه إحدى مقاصد الشارع فيما يتعلق باختلاف الشعوب، وكذلك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فمسألة التعارف مقصد من مقاصد الشريعة، والتعارف ليس هي حالة عابرة بأنه والله أنا أقول لك من أنت وأنت تقول لي أنا فلان، لا. التعارف يتعلق بأن تعرف عادات وتقاليد وقيم وأصول هذا المجتمع الذي أنت تجاوره ويعيش بالقرب منك، القرب الجغرافي. محتاج أن تتعرف عليه، كيف يفكر هذا الشعب، ما هي عاداته، ما هي تقاليده، ما هي مكوناته. أنا أتصور بأن كثير ربما من السودانيين الذين ذهبوا والجأتهم الظروف للذهاب إلى إريتريا والعيش لبعض الوقت، سواء كان عبورا إلى مناطق أخرى أو بقاء في إريتريا، أتصور أنهم استفادوا كثيرا في تصورهم للشعب الإريتري، لأن كثير منهم ربما الصورة الذهنية التي يحملونها عن الشعب الإريتري قد تكون ليست كما ليس من رأى كمن سمع. أحيانا تجد مثلا بعض الإخوة يختزل الشعب الإريتري في مكون بعينه، يتصور أنه والله مثلا يقول لك بعضهم مثلا في التسجيلات يقول لك والله ما شاء الله لقينا مسلمين في إريتريا وكذا. معنى ذلك الصورة الذهنية عنده لم تكن صورة صورة جيدة أو صورة صحيحة عن واقع إريتريا. معقولة 60 سنة صحيح، نعم، وأكثر من 1,000,000 مهاجر من الإريتريين إلى السودان، ولا يزال السودانيين يرون أن إريتريا للنصارى. هذه على كل واحدة من الإشكالات الكبيرة، أنه للأسف الشديد شيخنا كثير من الشعوب المجاورة لبعضها تجهل بعضها. أيضا النظرة الدونية يا حبشي، ما هي الإشكال هنا؟ النظرة الدونية أيضا يعني كانت موجودة في السودان كثير. نعم، فهي هنا لأنه لا يعرفك، لا يعرف طبيعتك، لا يعرف أخلاقك، لا يعرف انتمائك، لا يعرف حتى كرمك، لا يعرف اعتزازك بهويتك. هذه إشكالات كبيرة جدا. ثم أيضا الذي شاهده هو ربما حالات معينة، هو شاهد مجموعة من الخدم، مجموعة من العاملين في وظائف معينة، في أعمال معينة، مع احترامنا بطبيعة الحال لكل المهن وكل الأعمال، لكن هو شهد حالة معينة وظل يعبر من خلال ما عرف عن هذه الصورة الذهنية. فأنا أتصور على كل الذهاب إلى إريتريا أتاح لكثير من الناس، مع أنه السودانيين من 94 على مستوى النخبة السياسية عرفوا إريتريا، كثير منهم ذهب إلى إريتريا نتيجة الخلاف اللي كان حاصل بين المعارضة السودانية وحكومة البشير في ذلك الوقت. كثير من السياسيين ذهب إريتريا وعاش هناك، وفعلا كانوا يحدثوننا بنفس مختلف جدا عما كانوا عليه في السابق. ما كانوا يعرفون تماما إريتريا بالشكل الذي تعرف، مثل كثير من إخواننا النخبة المصرية تجدها تجهل المنطقة هذه. بعضهم يجهل السودان اللي هو يعتبر أكبر امتداد لهم فيه، ويجهل كذلك منطقة القرن الأفريقي. فهذه إشكالاتنا على كل كشعوب متقاربة لبعضها. تجد بأن الواحد يعرف
كثير من البلدان البعيدة جدا، ولكنه يجهل الشعوب القريبة والمجاورة له. فعلى كل، الصورة التي رأيناها تعبر أولا عن مدى فرحة هؤلاء السودانيين، لأنهم لم يجدوا تلك العزلة ولا تلك الجفوة ولا تلك الاستعلاء ولا التباعد أو الشعور بأنه والله عدم احتواء هؤلاء الذين جاءوا مهاجرين، بل بالعكس أنا أتصور بأن نفسية الإريتري وهو يستقبل السوداني إنما يشعر بأنه يكافئ بعض الشيء عما قدمه هذا الشعب العظيم اللي هو الشعب السوداني نتيجة فترات طويلة جدا. قدم الكثير من العطاءات للشعب الإريتري، وبالتالي الإريتري قد يجدها فرصة في أنه والله يرد بعض الدين لهذا السوداني الذي قدم إليه في هذا المكان. وبالتالي ستلاحظ الآن النفسية السوداني في إريتريا ونفسية السوداني مثلا في أثيوبيا، ما ينقل إلينا مثلا من بعض الفيديوهات وطريقة التعامل هناك أنت مثلا مطالب بأنك والله مثلا كل شهر لابد أن تدفع $100 حتى تبقى في إثيوبيا، وإشكالية على كل إشكالات كبيرة. ستلاحظ أن الحالة في إريتريا مختلفة تماما من اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة الإريترية بأن البلد مفتوح والمجال مفتوح وكذا، وتهيأ الشارع الإريتري أيضا لأنه والله يتعامل بكل أريحية مع هذا المهاجر السوداني. اعتقد ما وجده السوداني في إريتريا كان ظاهر وواضح جدا في الابتسامة، في الفرحة، في الكلمات التي عبر عنها هؤلاء السودانيون من خلال هذا التسجيل. جميل. سنقول يا شيخ حسن إلى موضوع يعني عجيب في الحقيقة، موقف الحكومة الإريترية مما حصل من الخلاف والقتال في السودان. كان موقفا يعني إن صح التعبير موقفا حكيما على غير عادة الحكومة الإريترية في كثير من القضايا. حسب المحللون السياسيون يعني تميل دائما إلى يعني القوة والشدة والقمع والرد بقوة، أو تميل إلى إحدى الأمرين. في هذه المرة كان هناك انضباط في الإعلان السياسي وانضباط في التعامل مع المكونين. تعليقكم حول ذلك، ثم سأنقلكم أيضا إلى خطبة العيد لمفتي إريتريا الذي خطب وذكر بعضا من الأمور تحتاج إلى تعليقكم. فماذا تقولون في موقف الحكومة واستقبالها أيضا للسودانيين وفتح أبوابها لهم؟ حقيقة بالنسبة للموقف الإريتري في تقديري له مجموعة اعتبارات، وينطلق النظام عموما من اعتبارات كثيرة جدا. أهم هذه الاعتبارات هو الحرص الكبير على ألا تكون هنالك حالة انفلات في شرق السودان، لأن ذلك سيؤثر عليه بشكل مباشر. تاريخيا هو دائما ينظر إلى أن البعد الأمني بالنسبة لإريتريا يتحقق من خلال شرق السودان تحديدا. فمنذ البداية حرص ألا يحصل أي محاولة تمدد مثلا من قوات الدعم السريع إلى هذه المنطقة، ويبدو والله أعلم أوصل رسائل كثيرة جدا أنه هو لا يتسامح فيما يجري في منطقة الجوار. يعني لاحظ ما حدث في شمال إثيوبيا، تدخل مباشرة إلى تيغراي وأحدث ما أحدث مع أنه هناك كان في خلافات. بالضبط. هنا ينظر إلى الأمن القومي الإريتري، له امتدادات عموما في شرق السودان، هذه بالنسبة له مهمة جدا. ولذلك حتى لما فكرت بعض المجموعات السودانية لأن تعمل على التسليح والتدريب، حرص النظام الإريتري أن يكون التدريب عنده وفتح المعسكرات عنده. لاحظ حتى لا يكون هنالك قوة خارج السيطرة السودانية وخارج السيطرة سيطرة الإريترية. فهذه أول نقطة لا بد أن نستصحبها معنا. الجزئية الثانية أيضا في الآونة الأخيرة التباين ما بين الحكومة الأثيوبية والحكومة الإريترية واضح، بدأت تأخذ مسافات عن بعضها البعض. فالحكومة الأثيوبية كانت منحازة للدعم السريع بشكل واضح، وسافر أبي أحمد طبعا كان واضح في وقوفه مع الدعم السريع وعلاقاته مع الإمارات للأسف الشديد. الموقف الإريتري هنا لاحظ بأنه لن يخدمه هذا الاتجاه، لن يخدمه الوقوف مع الدعم السريع. لماذا؟ لأن الاستراتيجية هنا كما قلت لك خصوصا هو متوقع إمكانية أنه ممكن يكون في تصعيد مع الدولة الإريترية مع الدولة الأثيوبية، والآن هنالك كثير من المشكلات. الآن الأيام القادمة قد نرى أشياء جديدة في المشهد الأثيوبي. فهو يخشى من أنه إذا حصل أي حرب في أثيوبيا زايد حرب في السودان، فهو عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزيرة ستكون مشتعلة حولها النيران من الجنوب ومن الغرب. فهو يحرص هنا أن تكون على الأقل الدولة في السودان إلى حد ما خاصة في منطقة شرق السودان منضبطة، وبالتالي لم يتماهى مع الموقف الأثيوبي بقدر ما تماهى مع موقفه الخاص ومصالحه الخاصة. ولذلك كما تفضل منذ البداية
حرص أن يكون مقترب مع الموقف المصري ولم يكن مع الموقف الإماراتي على وجه التحديد الذي اندمج على كل. وما هو الموقف المصري؟ الموقف المصري إلى حد ما هو يميل لصالح القوات المسلحة، ولكنه ليس موقفا سافرا. يعني مثلا الحكومة المصرية ميلها مع القوات المسلحة لم يجعلها تدخل بصورة مثلا سافرة كحليف للقوات المسلحة لتكون محارب في داخلا. تبنت منذ البداية الحكومة المصرية إنه والله دعت دول الجوار وتبنت على كل مبادرة للسلام في السودان. كان منها إسياس أفورقي من الشخصيات الأساسية الذي ألقى كلمة في ذلك الوقت، وكان موقفه واضح أنه لم يحاول أن ينجر إلى كما تفضلت إلى الدول التي أرادت أن تؤجج الصراع في داخل السودان. النقطة الثالثة أيضا الموقف الإنساني في تقديري كان أرقى بكثير من دول الجوار. مثلا لم تتعامل الدولة الإريترية مثلا بمنطق المخيمات للسودانيين. يعني ما تسمع الآن في مخيم للاجئين في السودان، بينما تسمع مخيم للاجئين في تشاد، مخيم للاجئين في جنوب السودان. هذه كلها تقريبا هنالك مخيمات أنشأتها الأمم المتحدة للاجئين، لكن الدولة الإريترية على كل لم تفتح هذه المخيمات. قالت والله الفرصة مفتوحة أمام السودانيين، وذهب السودانيون في مختلف المدن الإريترية وعايشين على كل. صحيح المعاناة أكيد موجودة، أنت ما عندك بيت خاص بك، ستكون الإيجارات غيرها، لكن الوضع عموما الذي استقبل به السودانيون في إريتريا أعتقد أنه كان موقفا رائعا. بارك الله فيكم شيخ حسن. والآن نشاهد بعض المقاطع مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. مرحبا، عيد مبروك. علينا معك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة واصيلا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. نهني الشعب الأريتري عامة على العيد، عيد الفطر المبارك، ومع وقفة مع اخوانهم السودانيين، ولهم جزيل الشكر كل المتعاونين معنا من الاخوان الاريتريين، وسلام خاص وعيد خاص للاخوه في السودان عامة والسودانيين خارج السودان عامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والتيسير والبركة، ويحل عننا كل ما خط علينا يا رب العالمين، ونصرة أخواننا في فلسطين، نصرة إخواني في فلسطين. والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. عيد مبروك عيد مبروك عيد مبروك. مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من الجالية السودانية المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية. أحيي أهلي بالنيل الأبيض وأتمنى لهم دوام الأمن والعافية والصحة والسلام والاستقرار في بلادهم. وتحياتي لكل الأهل خارجا وداخلا، ومعي الخالة سريع عبد الغيوم، وتحياتي لها ولأبنائها خارج وداخل السودان، ولكل السودان الصحة ودوام العافية والاستقرار والأمن وانتهاء الحرب بسلام. نشكر الشعب الأريتري، نشكر الشعب الأريتري على استقباله وحوافته لنا. سلام. تعليقكم يا شيخ حسن ثم ندخل على خطبة العيد. هي على كل هذه تقريبا من خلال هذا الأخ جزاه الله خير أو هذا الموقع الذي نشر هذه التسجيلات، أعتقد أنه حصل نوع من التواصل مع الأهالي في السودان، وهذه المجموعات أنا أعتقد أن وجدت فرصتها على كل أن تبلغ سلامها لأهلها وتهني، وكذلك تمنيات هؤلاء جميعا لأن تقف الحرب ويتحقق السلام في السودان. لا شك أن سلام السودان هو سلام لدولة مركزية في المنطقة، لها أهميتها، لها كذلك عمقها، لها تاريخها حقيقة. ولذلك تجد أن الذين تأثروا بالوضع في السودان ليس فقط الشعب السوداني، المنطقة كلها الآن متأثرة بما يجري في السودان، لأن سلام الدولة السودانية واستقرارها كان مؤثر في أكثر من دولة. كل الدول التي تحيط بالسودان كانت تمر بمشكلات وكانت تمر بإشكالات كبيرة جدا. الوضع في السودان كان هو المنطقة زي ما يقول منطقة الطقس المنخفض، يعني المناطق التي على الأقل صحيح السودان أيضا كغيره كان يمر بحروب، لكن في غالب أراضيه كان هنالك نوع من السلام الذي على كل كانت تستفيد منه الدول المجاورة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا أن يكون هنالك إن شاء الله سلاما قريبا في السودان، ويتحقق به الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والنهضة للشعب السوداني ولعموم إن شاء الله دول المنطقة. اللهم آمين. الحقيقة الجدير بالذكر في هذا المقام خطبة المفتي، خطبة العيد، شملت طبعا حمد الله عز وجل وتكبيره والثناء عليه
وكذلك الصلاة والسلام على النبي الكريم. وأهم ما ذكر هو الترحيب بالسودانيين، يعني شملت الخطبة الترحيب بالسودانيين. نعم. وكذلك ختمت الخطبة بالدعاء الطيب المبارك لأهل غزة، ولم أكن أتوقع حقيقة أن تذكر هذه، لكنها ذكرت. ودعوا المسلمون في إريتريا لأهل غزة بالنصر والتمكين. تعليقكم حول الأمرين في إدخال السودانيين ترحيبا وتهنئة، وكذلك في الدعاء لأهل غزة بالفرج. حقيقة أول خطبة العيد في هذا العام من خلال ما سمعناه وشاهدناه وألقاها يعني السيد المفتي، أعتقد كانت من أقوى خطبه عموما، أكثرها بلاغة، أكثرها حضورا من ناحية القرآن ومن ناحية الاستدلال بالأحاديث، أكثرها حضورا أيضا من حيث الموضوعات التي تم تناولها. ليس معهود عموما هذا النوع من التناول، وأنا أعتقد أن الكل تقريبا يكاد تفاعل معها، ورأيت أيضا وهي تتنقل في الجروبات وفي المجموعات، سواء كان المجموعات العربية والمجموعات الأريترية. هذا يدل على أن الحالة الدينية في أي بلد كل ما لامست القضايا الحقيقية في الأمة كل ما وجدت صدى وانتشارا. كل ما حاولت تنكفي وتجعل خطابها خطابا ميتا، خطابا باردا، ما في حد يلتفت إليك ولا حد يسمع بك. فأنا أعتقد الآن تناول على كلنا المفتي القضيتين اللي في نظري لا يمكن أن تتجاهلهما أي مؤسسة دينية. الحالة الأولى هي حالة الدولة المجاورة لك بشكل مباشر، وهي دولة لا تشكل جوار عادي، يعني ليس جوارا عاديا بقدر ما هي الدولة الامتداد الديني، الامتداد الثقافي، الامتداد الاجتماعي، الامتداد اللي فيه حتى هذه اللحظة لا زالت لك فيه مخيمات للاجئين تقريبا يعيشون لفترة طويلة جدا. فلا يمكن الصمت عن معاناة هذه الدولة ومعاناة شعبها وإشكالاتها. فأنا في تقديري كان موفق جدا المفتي في تناوله على كل لهذه المسألة، ولا أعتبر أيضا هذا الكلام يقوله المفتي خارج السياق الكلي للدولة. أنا من خلال معرفتنا بطبيعة بنية الدولة أيضا لا أتصور أن هذا الكلام. نعم، ولذلك هنا نريد تعليق. هل هناك تحول فعلا في سياسات إدارة الإفتاء؟ هل هناك تحول في سياسات النظام؟ هل تغير سياساته تجاه الإفتاء؟ لا، هي التغير حاصل تجاه المواقف. يعني في موقف على كل حاليا منسجمة فيه الدولة ضمن إطار معين كل المؤسسات تعبر عنه، المؤسسات السياسية والمؤسسات الدينية. مناسبة الحالة الدينية ستنسجم بطبيعة الحال مع الحالة لم نعهد هذا من قبل. صحيح، أنا معك، لكن السنوات الكثيرة كانت هناك أمور فعلا يعني منسجمة بين السياسات الدينية والسياسات النظامية. نعم. ومع ذلك لم تكن تنشر. صحيح. لا في أعياد عيد النبوي. نعم. ولا في عيد الفطر ولا في الأضحى. نعم. يعني ما التحول الذي حصل حتى تكون هذه الخطبة خطبة عصماء وبهذه القوة من البلاغة كما تفضلت. نعم. ومن أيضا من الطرح الذي يهمنا والطرح السياسي الدعوي الشرعي. أحسنت. هو على كل من الصعب جدا أن نتكلم عن حالة جامدة في أي منظومة، بغض النظر هذه التغيرات وتغيرات جوهرية، تغيرات شكلية مؤقتة، لكن هي في نهاية المطاف هذه حالة لم تكن معهودة في الواقع الأريتري كما تفضلت. لكن منذ فترة عموما نلاحظ أن هنالك مثلا نوع من الإفساح للإفتاء في أنها تنشر. يمكن عندنا الآن دي أكثر من مرة يحصل نشر أو لخطبة العيد صحيح لم تكن هذه من الأشياء لا في العيد ولا في عيد. فمعنى ذلك هنالك هامش. بغض النظر حقيقة إيش الدواعي؟ يعني هل والله شعور الدولة بأن هنالك منافسين في الخارج، أجهزة إعلامية، مؤسسات إعلامية، وبالتالي لا يعقل إنه والله يكون في تعتيم برا والناس برا إيش؟ تعتيم في الداخل والناس في الخارج شغالة. نعم. وبالتالي ليش والله ما هذه الخطبة تنقلها؟ وهذا النقل أيضا سيعطي صورة هي ليست أصلا لا تأخذ ولا تنال منك إذا نظرت إليها بشكل كلي، عندما ينقل الناس إنه والله حجم الصلوات وحضور المسلمين في الدولة الأريترية هذا ليس خصما لنظام حقيقة يفكر بشكل منطقي وموضوعي. هذه ليس خصما عنه، إلا إذا كان أنت تفكر بشكل طائفي، دي قصة أخرى. لكن إذا تفكر بحالة وطنية جامعة وأن المكونات الأريترية كلها يفترض أن تجد حظها في التلفزيون الأريتري، طبيعي جدا أن تفسح المجال لهؤلاء وهؤلاء. هذه واحدة. النقطة الثانية أيضا هو يدرك تماما أن سياسة أفريقيا في المرحلة القادمة هو محتاج إلى نفس على كل أكثر
التحاما مع الحالة الجامعة، يعني شعور الناس بأنه والله مكبوتة ومضطهدة ومذلولة وكذا، هذا الشعور كل ما تراكم سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانفجار. إلى الانفجار. نعم. فأنت محتاج إلى التنفيذ، محتاج إلى التنفيذ بعض الشيء. يعني حتى يعني تأييدا لكلامكم شيخنا الشيخ حسن، أن هذه الجهات التي وثقت أصلا ليست تلفزيون الإريتري، وإن كان التلفزيون الإريتري كان حاضرا. نعم. ونقل لقاءات وأنا تتبعته حقيقة في نعم. بعض المواقف، لكن هذه عدة جهات سمح لها وأذن لها أن تعمل لقاءات مع الإريتريين في رمضان وفي العيد ومع السودانيين أيضا. نعم. ووجدت لها عناوين ولوغات خاصة بها، دليل على أن وزارة الإعلام الإريترية كأنها سمحت بهذا أو نظرت. تعليقكم عموما على كل هذه ربما الحالة الأكثر غرابة، يعني أنا أتصور لو أن الوضع فعلا وضع رسمي محض متحكم فيه، لكن هذا الهامش. ويمكن قبل الدخول في الحلقة كنت أناقش هذا الموضوع مع الإخوة الإعلاميين في أنه ما هي هذه الصورة الجديدة التي يسمح فيها لعناصر تسجل وتصور وتنشر وتبث وتعطي هذه الصورة. صحيح ربما بعض السودانيين بعفويتهم دخلوا وصوروا وطلعوا لايفات وتكلموا ولم يخضعوا للحالة عموما، لكن الهامش اتسع، لم تكن فقط الحالة. لا، هذه جهات واضحة أنها جهات إعلامية. نعم. لديها إمكانات من حيث الأجهزة، ولديها إمكانات من حيث المذيعين، لديها إمكانات أيضا من حيث البث. هي تبث عبر أوروبا وعلى أمريكا وعلى مواقع كبيرة. نعم. على كل أنا في تقديري في كل الأحوال بغض النظر عن الدوافع، فهي حالة إيجابية يجب أن تشجع في تقديري. نعم. ويجب أن الناس فعلا تؤيد هذا النمط، إنه والله يا أخي الشعب خليه يعبر عن أحواله، دعه يعبر عن حالته الدينية، حالته الثقافية، خليه يقول ما يراه على كل في الجوانب المختلفة في الشأن الإريتري. هذه واحدة. الحالة الثانية أيضا دي كانت ملاحظة جدا، ويبدو أيضا هذا منسجم مع الموقف العام اللي هو حاليا يقفه النظام بشكل عام في الخلافات الأخيرة ما بين الروس وما بين الأمريكان، وهو الموقف الواضح والصريح عموما مع حالة غزة. يعني الحديث عن انتهاكات أو زي ما تقول الدعاء بشكل واضح للإخوة في غزة، والحديث عنهم وعن الجرائم التي وقعت عليهم. أعتقد هذه أيضا ليست رسالة عفوية ولا تلقائية، ولا أيضا يبدو واضح جدا أيضا إذا كانت بعض الدول تمنع. أحسنت. بعض الدول المجاورة للأسف الشديد بعض الدول الإسلامية وتسجن من داعي لأهل غزة. هذه إشكالية. فأنا على كل أعتقد فإريتريا تتميز بأنها تدعو لأهل غزة وفي محفل كبير. نعم. هذا إنجاز وتقدم كبير. نعم. تحسب لصالح الإفتاء الإريتري، ونتمنى أن يكون هذا النهج على كل نهج التعبير عن قضايا الأمة والوقوف معها ومساندتها، وأن يكون المسلمون لهم هذا الشعور بالامتدادات المختلفة، الامتدادات القريبة والامتدادات البعيدة، وأن يقف الشعب الإريتري مع كل مظلوم. لأن صراحة الشعوب التي خضعت لظلم وخضعت لاحتلال وخضعت لكذا دائما تجدها عندها حساسية من الظلم. لاحظ دولة جنوب أفريقيا كيف أنها الدولة الوحيدة التي استطاعت مثلا أن تتقدم بشكوى ضد الكيان الصهيوني لما حصل في قطاع غزة، والسبب في ذلك أنهم مروا بفترة طويلة جدا من الحالة العنصرية التي مورست عليهم، نظام الفصل العنصري الذي كان يسود في جنوب أفريقيا. فلا زال العنصر في جنوب أفريقيا والنخبة الحاكمة هناك تستشعر بخطر المظالم عموما على وجه البسيطة، يشعرون ما دام أن هنالك شعب تحت الاحتلال فمعنى ذلك حريتهم ناقصة. فأنا أعتقد أيضا من هذا الباب وقوف الشعب الإريتري مع قضايا الحرية، حرية الشعوب وحق هذه الشعوب في حريتها وبناء دولها ورفع المظالم عنها، أعتقد هذه كلها من الأشياء التي يجب أن تشجع ويجب أن تساند. بارك الله فيكم شيخ حسن. معنا اتصال شيخ أبو عمار. طيب يبدو أن الاتصال غير جاهز. شيخ حسن، هناك لدينا رسالة ثم نختم إن شاء الله. عماد إبراهيم من السودان. أهني الشعب الإريتري بعيد المبارك وأشكرهم على حسن الضيافة، وإن شاء الله ربنا يعود عليهم بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. شعب معطاه وشعب والله أعطانا الكثير، نشكره والله شكره كده، ولكل الشعب والرئيس
يعني عاجزين عن الشكر والله، عاجزين عن الشكر والله. كل عام وأنتم بخير. دكتور السجاد حسن من السودان. أحب أهني الشعب الإريتري والشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. ونشكر الشعب الإريتري ونشكر السيد سياسة فورقي على تسهيل إجراءات السودانيين، ونتمنى أن ينعاد العيد على السودان وعلى الشعب الإريتري بالخير واليمن والبركات. ومن هنا أحب أهني كل الأخوان، الأخ عبد الرحمن في أمريكا والأسرة في السعودية، والأخ عبد الله بأسرته في مصر، وكل الإخوة وكل الأخوات. والسلام عليكم ورحمة الله. السجاد حسن. شكرا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء جدا مع الشعب الإريتري، المجتمع الإريتري شعبا وحكومة، وكل عام وانتم بخير، وكل سنة وانتم طيبين، والغاب في أمن وأمان، ويعود الأمن لشعب السودان الشقيق. كل التحايا للمجتمع الإريتري شعبا وحكومة، كل عام وانتم بخير، وكل سنة وانتم طيبين. حمد عبد القادر، جمهورية السودان. نحيي أخواننا السودانيين وأخواننا الإريتريين، المجتمع الإريتري عامة، وهم يعني يتعاملوا معنا تعامل راقي، تعامل المجتمع الشقيق، فعاملونا كأننا إريتريين في هذا البلد. لكم ألف صحة وعافية إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. الرحيم. مشاهدي الأكارم، كما تشاهدون عدد المصلين في إريتريا في صلاة العيد بهذا العدد الكبير المهيب الذي يشعر به الإنسان بالفخر. نسأل الله تعالى أن يقبل صلاتهم وصيامهم وقيامهم. وأيضا تعليق موصول للشيخ حسن في هذا التجمع الكبير وإقبال الناس على صلاة العيد، ماذا تقولون؟ وإن أنسى أيضا فلا أنسى أن أشكر الجهة التي قامت بتوثيق هذه اللقاءات مهتمة بنقل مشاعر السودانيين، فالشكر موصول لهم، جزاهم الله خيرا. كما لا ننسى أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفق المسؤولين في إريتريا لهذه المواقف الطيبة، فالحمد والشكر له سبحانه وتعالى. تعليقكم. بارك الله فيك. أولا شكرا شيخنا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ على كل للمسلمين في إريتريا أن يكونوا بهذا الخير الذي نراه إن شاء الله يتوسع. وفي كل عام سبحان الله نلاحظ أن هنالك تحسن عموما في الصلوات، وأن هنالك زيادة في الحضور، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أرى يعني كل ما حرص المسلمون على إظهار هذه المشاهد وإظهار هذه الشعائر سيعبرون فعلا عن حضورهم، عن فاعليتهم، عن وجودهم، وكلما أيضا انعكس ذلك في حياتهم العامة، ليس فقط في صلوات الأعياد، ولكن أن يكون الإسلام حاضرا في مختلف المواقع، حاضرا في صلواتهم، في زكواتهم، في صيامهم، حاضرا في علاقاتهم العامة، حاضرا في أخلاقهم اليومية، بحيث الإنسان في أخلاقه يجتنب المحرمات. أعتقد أن ذلك سيكون إن شاء الله له أثره الكبير جدا في هذا الجانب. كما أيضا الواحد حقيقة يحيي الشعب الإريتري على حسن ضيافته وحسن إكرامه كذلك للشعب السوداني الشقيق، هذا الشعب المعطاء الذي حقيقة ما بخل يوما بالكثير من كان يقاسم الشعب الإريتري لقمة العيش، وكذلك كان يقاسمه الحياة العامة في مختلف المواقع، وهما أكثر ربما شعبين متجاورين منسجمين ليس بينهما تلك الإشكالات التي يمكن أن تحدث. أنا في رأيي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه اللحمة إن شاء الله التي نراها الآن، ولاحظ الأعداد الكبيرة جدا التي حضرت على كل من السودانيين في شوارع أسمرة، أعتقد أن ذلك سيكون له الأثر الكبير مستقبلا إن شاء الله، وأن يكون ذلك إن شاء الله أيضا مع بقية دول الجوار، أن لا تكون الخصومات هي السائدة بقدر أن ما تكون حالة السلم وحالة التواصل إن شاء الله هي الحمد لله الذي لين قلوب المسؤولين الإريتريين لأهل السودان، ولعل هذه رحمة أيضا من الله لأهل السودان. لو تخيلنا أن إريتريا أيضا انحازت لإحدى الجهتين وساهمت في الحرب لكان هناك بلاء كبير، ولكن الله عز وجل ألهم المسؤولين رحمة بالسودانيين بهذا. معنا أبو عمار، حياك الله أبو عمار، تعليقكم حول هذه المشاعر الصادقة الطيبة المباركة من السودانيين الذين شاركونا في العيد. أهلا وسهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة المشاهدين والمشاهدات في قناة السلام، أحييكم وأهلا وسهلا. ومع مناسبة عيد الفطر المبارك نسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، ومع مناسبة عيد الفطر وهذا العيد الذي نعيشه في الوطن أريتريا، وحلول هذه المناسبة السعيدة ووجود إخواننا السودان، إخواننا وأهلنا السودان الشقيق، لا شك أن هذه المناسبة العزيزة تكررت منذ عام مضى ل3 أعياد، وهم بعيدون وهم في هذه المحنة التي نسأل الله أن تنقشع قريبا، وما يأتي العيد القادم إلا وقد زالت هذه المحنة، محنة أهلنا في السودان. مما سرنا وأفرحنا حقيقة ارتياح الإخوة العوائل وجميع من قدموا إلى أريتريا، وهو لا شك أنه لا نقول وطنهم الثاني بل هو وطنهم الأول. ووشائج الأخوة ووشائج القربة والتلاحم القبلي والأسري ليس بين أريتريا والسودان حقيقة ما يميز وما يفرق سوى الحدود الشريطي، وإنما حقيقة الجميع يعيش بمشاعر واحدة، بفرحة واحدة، لا فروق تذكر مما سمعنا وسرنا ومما هو أيضا نعرفه بين أهلنا في أريتريا وفي السودان. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة الترابط والأخوة الصادقة يعني النفس يعني الطيبة المتواضعة بين الشعبين الشقيقين. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون مقامهم مقاما عاديا، وتنقشع إن شاء الله هذه الغمة قريبا، والعيد القادم إن شاء الله نعيشه في وطننا الكبير السودان بالرحب والسعة كما يعني هم عاشوه الآن في أريتريا بكل فرحة وسرور وبكل تلاقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرر هذه المناسبات ونحن يعني آمنين في أوطاننا كلها، ويعود هؤلاء الأخوة إلى بيوتهم وإلى مدنهم، وإن شاء الله تتكرر مناسبات الأفراح ونحن أكثر سعادة وأمنا وطمأنينة. وفقكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا. شكرا فضيلة الشيخ إسماعيل عمار أبو عمار على هذه الكلمة الطيبة والمشاعر الصادقة. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله في بلادنا إريتريا خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مواسم الخير وفي كل سنوات السنة، وأن يقربنا إليه سبحانه وتعالى. لا أنسى أن أشكر فضيلة الشيخ حسن سلمان على هذه المعلومات الطيبة والمشاعر الصادقة تجاه إخواننا السودانيين، ونسأل الله تعالى أن يعني يمتع أهل السودانيين بالأمن والأمان، وأن يرفع عنهم هذا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.